كله هيسمع مننا احلى اغاني ومهرجانات، كله هيسمع افيهات. راجو راجو عامر، راجو راجو عامر، كله هيسمع جديد في برامج هنعيد ونزيد، جايين بالحصريات هنعيش احلى الاوقات. راجو راجو عامر، أي كلام مع شباب أي كلام مع شباب حلقة أسبوعية من راديو علم. السلام عليكم، ازيكم؟ خبر عاجل. بيان رقم 1: يعلن برنامج أي كلام عن التخلي كليا ونهائيا عن العضو الثالث في الفريق المدعو حمادة 3، وذلك للأسباب التي سوف يتم ذكرها الآن. اولا انه قام بناء عليه وذلك بسبب. ثانيا فعل اشياء ولم. ثالثا ثم فعل ولم يلتزم. ونظرا للأسباب السابقة قد تم تعديل برومو أي كلام من 3 أشخاص يقدمونه، وهم احنا التلاتة اسمنا حمادة، ليصبح حسنين ومحمدين بنت الشباب الاثنين. والله الموفق والمستعان. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر على خيره لغيره. لا 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 يا ويحي، لقد شقلبوني من البرنامج. التاريخ بيقول كده، بيقول لا. الدكتور امام عبد الله بيقول لا، عم عباس الضو بيقول لا، عباس الضو بيقول لا. بعتوني بكام؟ بعتني بكام يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد هنا تاني؟ ايه ده؟ الواد ده روحه رجعت لنا تاني. مرحب لرجوعك لينا من تاني يا فندينا، مرحب لرجوعك لينا. ياض انا حمادة 3، انتوا مش فاكريني بجد؟ والله انا بجد ندمان. ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب، والله دي حال الدنيا بتفرق في القلوب. هنا عليكم العيش والملح، لكن خلاص والعيش والملح ما هسيب لقلبك نار ولا جرح. بقى هي دي نهايتي وقدري مع ده شلل ده ولا ايه؟ مع عز الناس. اشرب واسكت وارضى يا قلبي بمر الجاز، ما هي هتفضل تسرق منا اعز الناس. ياض انت ده احول ياض احول. لا ألدغ. واللي بيقولوا عليا ان انا ألدغ احب اقول له اتقي الله والنبي ما تفضحني، والنبي ياض انت جايب لنا الكلام، ياض انت جايب لنا الكلام. ازاي الحال؟ مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ الويك اند اللي فات خناقه مع عبد الحرامي، والويك اند ده مع ابو عباس. ناوي تعمل ايه الويك اند الجاي؟ ها؟ يا ده عيب عليك، ده انا اضحي بنفسي عشانكم، ده انا خدوم جدا. انت كداب يعني صراحة خلاص انت معانا بس تسمع الكلام. بجد انا معاكم بجد. يس. عالوحدة عالطبلة عالسقفة. ياض احنا بنهزر معاه، والله بنهزر معاه. والله بجد انا مش مصدق نفسي. ايه ده لم؟ انت اخويا حقه حقيقة يا لم. امال ايه يا عم؟ اخويا يا لم، مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لم. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لم. خلاص يا مش مصدق نفسي يا لم. الغباوة مش مصدق نفسي يا لم. يا ابني خلاص قلنا بقى. مش مخلص الغباوة بتاعتك. مش مصدق.
وفي النهاية أتمنى يكون الفاصل اللي فات عجب حضراتكم، بس في رسالة أخيرة نحب نعرفها لحضراتكم، إننا فريق عمل واحد ومتماسك، وعمرنا ما هنتخلى عن حد منا مهما كانت الظروف، لأننا فريق عمل متكامل، كل واحد ليه دور، واللي من غيره الحلقة مش هتتعمل. أجدع صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معايا دغري، دول أغلى ناس هم الأساس. وأقول لكم إيه، قضينا أجمل وقت في حياتنا، دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا، نروح ليه. مستمعينا، بعد ما رجعنا من الفاصل وسمعنا أغنية أجدع صحاب لسومة، وهنبدأ حلقة النهاردة باسم سفالة تي في. بيان رقم 2: نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد من ظروف عصيبة ومن أوضاع مزمنة، ونظرا للضجة التي أحدثتها حلقة الكهرباء السابقة، فقد تخلينا طواعية واختيارا ودون ضغوط عن أي عمل فني في راديو عامر، والله الموفق والمستعان. والصراحة ما حصلش لينا أي حاجة بعد الحلقة، ده كانت معجنة. وبعد لما لقينا إقبال كبير من الناس واهتمام شديد من الحكومة، بجد كفاية كده. بس طيبين قوي يا حاج. احنا هنغير النظام. بقول لك ايه، بص حواليك، كل حاجة بتتغير. الفيلم بيتشاف قبل ما ينزل، الغنى بتفرقع في ثانية، الموضة اللي كانت بتقعد 10 سنين دلوقتي آخرها موسم. لو اتأخرت ثانية هتعوضها في 2. وبعد اللي حصل فينا ده احنا قررنا اننا نسيب الراديو خلاص، ما بقاش لينا لقمة عيش هنا، وناويين نسرح بعربيات في السوق ونبيع ملابس. غيري حياتك واشتري التزاماتك يا قدرة. احنا بجد ندمانين اننا جبنا سيرة الراجل ابو 20 جنيه. انا سعد الدالي. انت مين؟ احنا ما كناش نعرف انه عنده نفوذ قوي كده، وعلشان هو ليه قرايب مهمين بقى هو ده حالنا. احنا اتعامل معانا الصح ومش عارفين نعمل حاجة مع الراجل ده، بس احنا مكملين ومش خايفين، وهننتقد اي حد مهما كان مين. يا حسام، احنا ما كناش نعرف اننا هنتخلى عن مبدأنا بسهولة كده، بس اللي حصل فينا ما كانش شوية. انا هقول لك على كل حاجة بيه. حاضر. احنا كنا قاعدين
وبعدين لقيناه راح قلع الجاكيت واحنا قاعدين، وبعدين قلع القميص بيه واحنا قاعدين، واحنا اتخضينا بقى لقيناه راح قلع البنطلون، بيقلع علينا البنطلون بيه واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه يا بيه. بس اللي حاسس في نفسي واللي مجنني من اسبوع اللي حصل امبارح. معلش احنا بنتكلم والناس كمان ونصبح، ولا قلنا التعلى فات ولا قلنا التعلى فات ولا قلنا في يوم بوقع. ان الراديو ما اداناش الحمايه الكامله والحمايه المطلوبه لينا. احنا وقعنا مع هواه ولا ايه؟ مش بروفيشنال شكله كده. ولما اتخذنا اتعاملوا معانا وكانوا شايليننا من على الارض شيل. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس، دي اشاعات مغرضه. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي ودوه القسم، بعد يومين ثلاثه قلت اروح اخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثداي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ بس اللي احنا شفناه في الحقيقه مختلف عن كده خالص. مش هكررها كتير، انا تعامل معامله مسجون سياسي. ده ايه ده يا سعاده الباشا؟ ده مسجون سياسي. انا عايز اتعامل معامله حرامي غسيل، ومحدش يمد ايده على القفا عشان داخلين على حقوق انسان. معلش احنا اتفضل يا سعاده. اللي هيجي جنب اللباس انا هفجر الدكه. انا كل ده مرشامل، انا بقول لكم. لا حرام عليكم، ما عندكيش قراميط صغيرين. الناس بينتقدوا اي حاجه فيها ابداع وعايزين يبقوا متشابهين، بس الاختلاف مطلوب، واحنا جايين نقدم فكره جديده للبرنامج ومش تقليديه وخلاص. كان اعلان حاجه ساعه. الاعلان ده كان هيكسر الدنيا. كنا جايبين بنات وموزز من لبنان وبنت اوكرانيه وبتشرب تقول على ميسي وكريستيانو، واقفين طابور عشان يلبسوا كوبري من كابتن مجدي عبد الغني، وياخد بق من الحاجه الساعه ويقول يح بدل والواد اللي صوته مبحوح يغني انت الوحيد انت الجديد. بس شلنا كل الكلام ده عشان ما نتلطش، وكمان شلنا صوتي عشان اشرب حاجه ساعه ولا اقول لك ما تعملش حاجه. وهو ده الابداع. وبكده انتهت حلقتنا، ونشوفكم الاسبوع الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله.